كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، وعايزين بقى في العيد نعمل عزومات حلوة كده وجميلة. بس الأسعار دلوقتي عالية، لو جبنا ديك رومي كده عشان يبقى منور على السفرة ويشرفنا كده حلو في العزومة بتاعتنا هيبقى غالي ومكلف. فهنحلها بإيه؟ هنحلها بديك حلو كده جميل زي ما انتوا شايفين، ينور كده على السفرة ويبقى مليان كده لحم وحلو وجميل ويكفي كذا فرد في العزومة. هنجيب ديك بلدي. ديك البلدي طعمه حلو جدا وجميل، وصدره ابيض زي ما انتوا شايفين كده وجميل، ولحمه من جوه احمر تحفة. انا جربت الديك الرومي وكمان الديك البلدي، صدقوني ما بيختلفوش عن بعض. هيطلع طعمه حلو قوي قوي، وكمان تكلفته اقل بكتير من لو جبت ديك رومي في نفس الحجم دوت. هعمله لكم النهارده بتتبيله حلوه قوي قوي قوي، هخليه يشرفك كده في وسط العزومه بتاعتك وقدام ضيوفك، واي حد ياكل منه هينبهر. يلا بينا. انا معايا هنا ديك بلدي، مش ديك رومي طبعا. بصوا ديك بلدي كبير حلو، الصدر بتاعه ما شاء الله يعني كده عليه، مليان لحم وكبير ويكفي كذا فرد معايا. بتجيبيه على الحجم اللي يعجبك، 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، ممكن اكتر زي ما تحبي. انا جبته وغسلته كويس ونضفته ونقعته في محلول النقع، عبارة عن ملح وخل وليمون وسكر. بسيبه فيه حوالي ساعتين كده، في تكون المية مغطياه. لو ما عندكيش حاجة تغطيه سيبيه على وشه كده شوية وعلى ظهره، قلبيه بس سيبيه ساعتين 3 عشان خاطر المحلول ده بيشيل منه اي زفارة واي حاجة مش كويسة، وكمان بيخلي اللحم بتاعه يبقى طري ويبقى جميل معاكي لما يجي يستوي ما ينشفش ويجلد معاكي. تمام. بجهزه كده قبلها بيوم. هقولكوا على تتبيلة دلوقتي حلوة قوي بتخليه طعمه جميل، تعمليه قبل عزومتك بيوم عشان يديكي نتيجة حلوة قوي قوي. انا معايا هنا في التوابل، معانا هنا ملح، ومعايا حبهان بودر، ومعايا فلفل اسمر وبابريكا وتوم بودر وقرفة وجوزة الطيب، وكمان زودت عليهم جنزبيل بودر بس انا كنت ناسياه، حطيته بعد كده. لو في اي توابل تاني حابة ان انتي تحطيها او عندك السبع بهارات تقدري تحطيها بتبقى طعمها حلو. وجهزت هنا حباية من الطماطم، معاها حباية بصل كده، بصلاية قطعتهم عشان هفرمهم كويس جدا في شفشة الخلاط مع شوية مية صغيرين بس عشان يمشوا معايا في الخلاط. وهحط عليهم التوابل، لو عندك كبة تقدري برضو تعمليهم في الكبة لغاية لما يبقوا ناعمين معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه دوت، علشان عايزينها كده ايه تبقى سايلة معايا فتدخل في كل اماكن في الديك فتطريها. وتتبلها حلو. دلوقتي هحط حوالي كده معلقتين كبار من زيت الزيتون، لو عندك اي نوع زيت تاني متوفر غير زيت الزيتون تقدري تستعمليه. وكمان هحط دلوقتي عصير نص ليمونة، لو انتي حابة برضو تعمليه بالبرتقال تقدري تزودي عليه عصير برتقال مع نفس الخلطة دي، هتبقى حلوة قوي قوي معاكي. الديك معاكي ده بقى مفتوح في التتبيلة في اي تتبيلة هتعجبك، بس انا جربت كذا تتبيلة والتتبيلة دي طلعت معايا طعمها حلو قوي قوي، وكانت تست فيها تحفة يعني. هبتدي دلوقتي بقى اجيب الديك في حاجة كبيرة شوية عشان لما اتبله يبقى واخد راحته كده. ومهم قوي قبل ما انا اتبله اعمل فيه نغزات كده وافتحه بطرف السكينة في الصدر كله. الحركة دي بتخلي لي التسوية تبقى اسرع واحسن، وفي نفس الوقت بتدخل التتبيلة في الصدر، فلما تيجي تاكليه تلاقيه طعمه حلو، وكل قطعة كده منه طعمها حلو والتتبيلة فيها مش على الوش بس ولا على الجلد. لازم تنغزيه كويس في ظهره وفي الورك وفي الصدر، نغزات كتير كده، دي بتخلي التتبيلة تدخل فيه فبتبقى كويسة جدا معاكي. اوعي تنسي ان انتي تعمليه كده وتفتحيه شوية. بعد ما هفتحه بقى كده هبتدي دلوقتي اجيب بالتتبيلة وهدلك الصدر بالتتبيلة كويس قوي، وهدخل بقى في كل مكان. وانا برضو بعمل في التتبيلة كده بنغز شوية في الخرام اللي انا فتحتها في الصدر بالتتبيلة، عاوزة اتأكد ان التتبيلة دخلت فيه من اي كل مكان. برضو بحط من جوه ومن الصدر من فوق ومن فوق الجلد وفي قلب الديك وفي كل حتة كده، وفي الجناب بتاعة الورك ما بين الورك والجلد
بوسع كده بايديا بالراحة عشان بس ما يتقطعش مني، وبحط فيها كويس جدا جدا في كل مكان كده امليه. يفضل طبعا ان انتي تعملي التتبيلة دي وتسيبيه بايت فيها كده ليلة كاملة، يعني تحضريه قبل عزومتك بيوم من بالليل للصبح. لو انتي مستعجلة وهتضطري ان انتي تعمليه في نفس اليوم، حاولي على قد ما تقدري تسيبيه على الاقل كده ساعتين. انا هعمله كمان معايا خضار، هكون مجهزه له خضار، اي خضار بقى انتي تفضليه تقدري تحطيه. انا جايبه طماطم وبسله وبصل وبطاطس هحطهم معاه. ومعانا هنا بقى الكيس الحراري هندخله فيه. اي خضار تحبي تعمليه او تفضليه تقدري تعمليه وتحطيه برضو معاه. انا قفلت كده الجناح شويه، الجناح بتاعه بالخله علشان يبقى ماسك نفسه وشكله حلو لما يستوي، ما بقاش واقع كده ومش حلو. ودخلت الرجلين كده فيه بعد ما تبلته كويس جدا. هحط بقى مع الخضار. انا حطيت الاول الخضار مع التتبيله في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، عشان لما احطها في الكيس الحراري كده تاخد معايا الطعم كله من التتبيله وكل حاجه. وبقيه التتبيله اللي في الصينيه دي مش هتترمى طبعا، هحطها عليه. انا مش هزود له ميه، هي ميه التتبيله بتاعته. مكان البصل والطماطم العصاره بتاعتهم هخليهم معاه، وهو الديك هينزل الميه بتاعته برضه. لو انت حابه برضو تعمليه بالفريك تقدري ان انت تحضري الفريك زي ما بتعمليه عادي خالص، وتحشيه فريك وتحطيه جوه الكيس الحراري. انا النهارده اعمله في الكيس الحراري. بيديله طعم حلو كده، التسويه ليها طعم مختلف برضو عن لما يتسلق ويتعمل عادي. التسويه فيه بتبقى حلوه، وكمان بتخليه متحمر من كل حته، وبيبقى لونه حلو قوي، بيبقى لونه مميز. لما هاجي بقى ادخله الفرن، هحط دلوقتي في الصينيه اللي انا هدخله الفرن بيها شويه كده من الميه، وهبتدي ان انا انغز الكيس، اعمل فيه كام فتحه علشان لما يدخل الفرن ويتملى الهواء السخن ما يفرقعش معايا. هدخله الفرن على درجه حراره 200 نص ساعه، وبعد كده ههديها شويه تقعد ساعه ونص. على بقى ما الملديك بتاعنا يجهز، هحضر معاكم دلوقتي الرز بالخلطه. انا بعمل على كل كوباية من الرز البسمتي معلقتين من السكر. انا النهاردة هعمل كوباية واحدة، فعاملة معلقتين سكر وهحط عليهم معلقتين من المية. احنا دلوقتي في مرحلة كرملة السكر. علشان يطلع معاكي حلو كده وكويس وما يكتلش معاكي، محاولي ان انتي ما تقلبهوش خالص طول ما هو على النار. انا قبل ما يبتدي يغلي معايا وهيدخل في التسخين كده هيبتدي يسخن، هقرب بس السكر من المية، وهشيل المعلقة خالص، مش هشتغل بيها خالص، مش هعمل اي حاجة لغاية لما هيبتدي يلون. هبتدي ان انا اقلب فيه قبل ما يبتدي ياخد لون معاكي السكر، ما تجيش جنبه خالص عشان ما يرجعش يعمل حبيبات ويخرز تاني. شايفين هو عمال يتغير لونه؟ اول ما ابتدى بقى ياخد معايا لون كده من الجنب، هبتدي دلوقتي ان انا اقلبه. طول الوقت ما كنتش بقلبه خالص ولا جيت جنبه. هقلبه كويس، وهبتدي ان انا ادخله في اللون الذهبي الحلو ده. خلي بالك وانتي بتعملي السكر بتكرمليه ان هو ما يتحرقش معاكي. انا النهارده عاملاه لون الرز فاتح شويه، فمخليه اللون بتاع الكراميل فاتح. لو انتي حابه تغمقيه استني شويه على السكر يتكرمل اكتر. بس خلي بالك ما تدخلهوش مرحله ان هو يكون اتحرق معاكي او اتلسع، هيدي طعم مش حلو. انا معايا كان بالنسبه لي اللون كده كويس جدا، ابتديت احط عليه مقدار الميه بتاعه الرز. انا بستعمل كوبايه رز بسمتي عليها كوبايه ونص من الميه، مش بحط كوبايتين، كوبايتين بيبقى زياده. دلوقتي بعد ما حطيت الميه هحط معلقتين من العسل الاسود، وما تقلقيش مش هيبقى مسكر ولا حاجه، احنا هنظبط الملح هيتظبط معاكي، هيبقى طعمه حلو. لا هو طاغي عليه الملح ولا طاغي عليه السكر، هيبقى مظبوط. هحط الملح، وهحط كمان رشة من الفلفل الأسمر، وهحط عليه قرفة. هي دي التوابل اللي بنحطها له بس، ملح وفلفل وقرفة. القرفة بحط منها معلقتين كده صغيرين عشان بتديله طعم حلو قوي قوي، القرفة بتفرق كتير في طعمه. بعد ما قلبتهم كده والمية ابتدت تغلي معايا، والكراميل اللي كان مكتل اول ما نزلت المية فك وداب، نزلت عليه بالرز.
هسيبه بقى كده يغلي غلوة، وبعد كده ههدي عليه النار واسيبه لما يستوي. وعلى بال ما يجهز الرز هكون محضرة دلوقتي في طاسة معلقة كده من السمنة، علشان معايا مكسرات هحمصها عشان دي اللي بتتحط على الرز من فوق. المكسرات بقى اللي عندي هنا سوداني ولوز وبندق وزبيب. اي نوع مكسرات عندك حابة تعمليه اعمليه، ما عندكيش اي نوع غير السوداني بس هيبقى معاكي حلو قوي برضو. انا هقدم ليهم هقلبهم كده شوية، هيا دوبك يتحمصوا حاجة بسيطة. مش هخليهم يقعدوا وقت اطول عشان طعمهم ما يتغيرش. وانا في نفس الوقت اللي انا كنت هبتدي اعمل فيه الرز كنت جايبه الزبيب نقعاه في شويه من الميه، علشان ما ينفعش اخد الزبيب على طول احطه كده في النار، هيفرقع ويتحرق بسرعه. فحطيته في شويه من الميه كده بنقعه فيها تدخل فيه الميه، فلما هاجي دلوقتي اضيفه على المكسرات في النار واقلبه ما يجرالهوش اي حاجه. اهو انا كنت حاطاه في ميه بلاه شويه، ودلوقتي هبتدي ان انا احطه برضه هديله تقريبا كده معاهم يتحمص تحميصة بسيطة كده معايا المكسرات في معلقة السمنة الحلوة دي، ويبقى جاهز معايا. انا معايا كان في الديك في طبعا القنصة والكبدة، سلقتهم. وبعد ما سلقتهم قطعتهم. انا هنا شلت اسمه ايه المكسرات شلتها، ودلوقتي هحط بقى الكبدة والقنصة اللي انا كنت عاملاها ومقطعاها كده قطع صغيرة. لو انتي حابة تزودي الكبد والقوانص تقدري تجيبي ربع كيلو عليهم وتزودي وتحطيه على الرز. انا اكتفيت بحاجة الديك اللي هي كانت موجودة معاه. بعد ما سلقتهم هديهم تقليبة كده، وهحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسمر. كده بقت تمام والرز استوى وكله جاهز. هنبتدي بقى نغرفهم مع بعض. ال- الصينية دي لو جبتيها جاهزة من مطعم او انتي روحتي مطعم واكلتيها هناك هتكلفك اضعاف اضعاف ما انتي جبتي الديك وعملتيه. وبصي الرز طالع حلو ومظبوط، مقداره مظبوط في المية، والملح والعسل والسكر مظبوطين، مفيش طعم طاغي على التاني. وهو الرز دوت بيبقى فيه حلو كده، وطعمه لا هو مالح قوي ولا ان هو محلي ومسكر قوي. حاولي تظبطيهم كده مع بعض. ومقدار المية بتاعته مظبوطة وحلوة قوي، وكله مفرط كده من بعضه حباية بحبتها. بعد ما جهزته جبت بقى المكسرات ومعايا الكبد والقوانص هفردها كده عليه واجهزها، علشان دلوقتي هطلع الديك من الفرن وهبتدي بقى ان انا احطه عليه. يعني الصينية لوحدها تحفة، فما بالك بقى معاها الديك. هرصهم كده كلهم بالشكل اللي انتي شايفاه، يبقى كده ايه كل المكان في الرز فيه من المكسرات ومن الكبد والقوانص. تمام كده. هجيب بقى دلوقتي الديك وهبتدي ان انا احطه عليه. المية اللي كانت فيه نشفت اللي كانت في الصينية، بس كل شوية قبل ما تنشف يعني اخر حاجة هطلعها كنت ببص عليه وازود لها شوية. بص دو هو كده تحفة. قعد معايا ساعتين في الفرن، اول نص ساعة على نار عالية، بعد نص ساعة هديت النار شوية وسبته بقى ساعة ونص كده على مهله لغاية لما استوى خالص. زي ما انتوا شايفين طلع العظمة كده منها باينة ان هي مستوية خالص. والصوص اللي نازل منه كده المرق بتاعه ده حلو قوي، تقدري تصفيه تعملي منه ملوخية تعملي منه اي حاجة. او كنت ممكن اخده واعمل الرز، بس انا عشان كنت مستعجلة على الرز عملته الاول. ممكن تاخدي الشوربة بتاعته المرقة دي وتحملي بيها الرز، هتبقى معاكي تحفة تحفة حلوة قوي قوي. انا طلعت الديك لقيت كده في جنب فيه خضار مش متحمر كويس، رحت دهناه بال بمعلقة كده من الصلصة معجون الطماطم، وحطيته دقيقة كده تحت الشواية خدت لون، لكن هو كله مستوي معايا وحلو. هنغطي بقى كده رجليه بورقة فويل عشان خاطر يبقى شكله حلو. وبقى كده معايا تمام. ريحة مقولكوش، طعم حكاية، وهم بجد جميل قوي. وتكلفته اقل بكتير من ان انت تجيبي ديك رومي. وفي نفس الوقت اي حد صدقوني هيشوفه اول ما تطلعي الصينية كده هيقولك انت جايبة ديك رومي. طعم لحمه حلو قوي وجميل.
الصدر كان ابيض ومستوي كويس جدا، والورك بتاعه بيبقى لونه احمر، الحمار الجميل ده الحلو. بصوا كان مستوي كويس قوي قوي قوي، وصدره كبير، فهيدي معاكي كمية كبيرة ويكفي عدد افراد كتير يعني. شايفين الجمال؟ تحفة بجد، حلو قوي قوي قوي. لو انت حابة تعملي ديك رومي بقى بتتبيلات تانية، هسيبلك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف عشان تخشي عليهم وتشوفي اتعملوا ازاي، وممكن تاخدي من التتبيلة دي تعمليها معاه. هيبقى عندك كذا تتبيلة تقدري ان انت تتبلي بيها. هسيبهم لك في صندوق الوصف عشان تشوفيها وتعمليها ان شاء الله. اشوفكم دايما بخير. سلام، وكل سنة وانتم طيبين.